حسان شلونك؟ فيلم صار لنا هواي ما مسوين فيلم. أعوذ بالله. اسمي علي الجواهري، عمري 20 سنة. أدرس طب عام حاليا بجامعة بغداد، وأحب صناعة الأفلام وصناعة المحتوى الفيلم ميكينج وهالشغلات. وبديت بيها من عمر صغير تقريبا، خلينا نقول بديت على اليوتيوب اسوي الفيديوهات اللي تحط كاميرا وحدك بالبيت وتقعد تحكي. حتى مونتاج ما اعرف بوقتها، فكنت كلها اطلع اتعلم مونتاج وهالشغلات، تعلمتها كلها وحدي لحد ما هسه تعلمت اني اصنع افلام وشغلات. تقريبا اول فيديو عندي على اليوتيوب هسه على قناه ما اقدر امسحها من المشكله، قناه ناسي الباسورد مالتها، كان يمكن كنت صف اول متوسط سويته ولسه متندم عليه، ولكن علي عنده علاقه مع الطب ومع صناعه الافلام. والله يعني ما ادري، يمكن من تفكيري يعني كنت اباوع من وانا صغير، يعني شلون تقول، ما كنت هذا الطفل اللي يطلع هواي من البيت، كنت اكثر شيء قاعد اباوع هواي فيديوهات مسلسلات وهاي الشغلات. يعني ايش احكي لك بعد، فنقدر نقول من عدها تقريبا كنت استوحي وانه اسوي هاي الافكار وفيديوهات. الحدث فيديو فلس وقع بالطين اللي حكيت بيه عن فلسطين. لانه بوقتها فيديو كان بيه دم وزوايا كاميرا هوايه والدم وكل شيء، وهاي المكياج كله انا وحدي سويته، كنت كل ساعه اشيل الكاميرا من مكان لمكان. فصدق تعبت بيه بس طلع يعني نتيجة حلوة، راضي عنها كلش. الفيديو مال فلسطين تقريبا بوقتها كنت اسمع اعتقد اغاني اكو مغني فلسطيني اسمه بيك سام، فكان دائما باغاني يحكي هالشغله مال الشغله مال القضيه الفلسطينيه، انه شلون الاحتلال واسرائيل وهالشغلات. وكنت هم بنفس الوقت اشوف الناس، يعني كنت صغير قبل تتذكر كان كلها ضد اسرائيل وضد الاحتلال، بس هسه نشوف طلع رايين، راي انه لا لازم يعني شلون عادي نتصالح مع اسرائيل وسلام شي، ورايي انه كلش قافل عليهم. فانا يعني صفانت هيك وحدي ويا نفسي وطلعت لي هاي الفكره انه اوضح وجهتين الراي واوضح من وجهه الراي مالتي اصلا اني، ويعني هي شلون تقول رسائل خفيه طلعتها بالفيديو، انه كنت حاط اللي ويا الفلسطيني بلون اخضر اللي هو لون السلام وذاك بلون احمر، فوجه وصلت الفكره اللي كنت اريدها. يعني فيلم بلا فكره. الفيلم كنا حرفيا انا وصديقي حسن مره برمضان يمكن خابرني اعطاني هالفكره، قال لي خلينا نسوي فيلم ولد، يعني كان وياك اثنيناتنا نحكي نقعد نحكي افكار افلام ونسويها وكل ساعه تفشل، وانه بالنهايه يكون مثل النقد ذوليك بس يسوون افلام مطشره. وبس عرفنا الفكره ما سويناها. ورا فتره كنا قاعدين احنا ولد اصدقائنا، كنا زيد ماجد مصطفى زيني محمود، كنا قاعدين بمطعم، وبوقتها كان حسن مرتبط بشغل ثاني انه ما يقدر عنده بس اسبوع واحد، فقلنا خلينا نسوي تحدي نحصر نفسنا كلش انه باسبوع واحد بس ننتج الفيلم كله. من يعني كنا كلش ما كاتبين حرفيا، بس هيك راس الفكره عندنا، من كتابه سكريبت لا تصوير ومونتاج وكل شيء خلال اسبوع واحد، حطينا نفسنا بهيك تحدي. فانا كنت بالبدايه كلش معارض الفكره، انا طبعا عندي طبع هو بالاخراج بحياه بصوره عامه كلش متوتر من كل شيء، اتوتر هيك اخاف، احب دائما اروح للكومفورت زون مثل ما نقول، هيك منطقه الراحه، احب على راحتي اشتغل. بس وقتها يعني قنعوني واشتغلنا الفيلم، قبلنا هذا التحدي انه باسبوع واحد. فطلعنا اول يوم انا لحد هسه رافض الفكره، ما مقتنع، يقول ايش تسوي انت، شنو اسبوع واحد نكمل هذا؟ فما ادري شلون بليله واحده كتبنا سكريبت كامل، يعني وحتى اذا تشوفه شويه تحس ركيك السكريبت، لانه بيوم واحد حرفيا ليله واحده ما راجعناه ما ضفنا عليه. فكتبنا السكريبت ما شلون يلا نسويها منا هيك على السريع بيناتنا، قلت لهم اوكي اشتغلنا. فثاني يوم طلعنا نصور. والله هو فكرة الفيلم يعني انتم مثل ما شفتوه انه اثنين شباب وافلام هيك قصيرة كل ساعة تخيلوها. فاول ما بدينا نصور الافلام القصيرة اللي راح تطلع بنص الفيلم. فصورنا اول فيلم والله طلع حلو خوش صورنا، كان تعب طبعا كلش تعب، ومعدات ماكو حرفيا معدومة، كانت عندنا بس كاميرتين كانون 800 دي يمكن، ومايك ما عندنا، مايك كنا جايبين شوت جان مايك هذا الصغير فوق الكاميرا نحطه، ونك مايك يعني ما شلون لزقناها تلزيق حرفيا كان الصوت، ما عندنا حتى بوم مايك. وانا طبعا قبل ما اسوي انا ابو المونتاج كنت بالفيلم، نام انتجته، فالصوت حرفيا تلزيق، تشوف التايم لاين كل صوت تلزيق. المونتاج طبعا هو ردت اذكر هاي الشغله، انه من اكثر شيء احبه بعالم صناعه الافلام والمونتاج، اكثر مرحله اتونس بيها استمتع بيها المونتاج. يعني بديت اتذكر على الموبايل تعلمت، كان البرنامج كان ماستر، بديت وحدي اتعلم عليه شلون اقص شلون احط، بحيث ورا من انتقلت جبت اول مره الي لابتوب كلش سهل كان عندي انه منتج، انا اصلا متعلم البيسكس على الموبايل، وما عندي حب كلش الى هذا المونتاج، انه مثل ما قلت لك انا ما احب الشغل تحت ضغط،
المونتاج الحلو بيه تشتغلك براحتك، هيك وحدك بعالمك تطير وتسوي اي شيء تريد تضيفه، تقصقص تضيف تحط شغلات اصوات كلش براحتك. فانا كلش احب هيك نوع من الشغل. برنامج مونتاج حاليا اللي دا استخدمه هو ادوبي بريمير، يعني معروف عالميا، هو يستخدمه باغلب الافلام اعتقد. وبرنامج الثاني يمكن فاينل كات بس ما استخدمه، هذول الامريكيين طاقين يستخدموه. البريمير تعلمته قبل طبعا كنت استخدم سوني فيغاس، برنامج مال المبتدئين. من انتقلت لادوبي بريمير كلش فادني، هيك سوى لي نقله، قمت اشتغل براحتي اكثر. البرنامج كلش حلو رهيب، وانه تقدر تربطه ويا الافتر افكت، فيقدر يضيف شغلات براحتك وتتنقل بيناتهم. وايه يعني اكثر برنامج مونتاج يمكن ينصح به هو البريمير. الحاسبه اللي طبعا بالبدايه مثل ما قلت لك اول شلون بديت من الموبايل، وراها جبت لابتوب ما ادري شلون بوقته من اخوي، من شلون جبته خمطته قمت منتج عليه لابتوب اخوي. وراها اشتريت لابتوب بس كنت من هالقد ما اشتغل عليه مونتاج يحترق اخر شيء اللابتوب كلش يتعب. فاتذكر وصل مرحله كان السي بي يو ما يشتغل، فانت شايف من تدوس بلاي باك تريد تشوف الفيديو ما يعرض لي اياه. فكنت شو اسوي؟ اطفي اللاير مال الصوره وابقى بس على الصوت، من اريد اشوف ايش دا يطلع اوقفه واشوف ايش دا يصير. فكانت عمليه كلش متعبه. بس هسه الحمد لله يعني جبت بي سي يعني زين دا اشتغل عليه، وهو منتجت عليه بلا فكره، فكان شغله عن شويه سلس احسن. بلا فكره مثل ما حكينا انه فيلم قصير بنحكي عن افلام اقصر بداخله. فبمونتاجه مثل ما قلت لك انه كان كلش وقت قليل جدا، يعني يمكن كان عندي يومين بس للمونتاج. فبي اخطاء، يعني اعترف انه بي اخطاء بالمونتاج، يعني كنت مستعجل حرفيا، ما اخذت متعتي وراحتي انه اسوي المونتاج بيه. فاول مثل ما قلت انت انه كنا نتنقل من فيلم لفيلم كل ساعه، فكان الترانزيشن تقريبا ما فكرنا به هواي، كان ممكن يطلع شيء احسن. كان ترانزيشن بسيط انه صوتي وننتقل للفيلم. ووحده طبعا وحده هيك خطا صار عندنا اصلا بوقت التصوير، انه لقطه الفيلم مال الولد المخطوف اللي سميناه، فاطلع انه انا ولد خاطفيني وذولا من يحكوا انا هيك قاعد اضحك خربان ضحك. انا هاي حرفيا ما ادري قاعد يصورني، ما ادري راح تطلع بالفيلم وخربان ضحك على اصدقاء قاعد يمثلون اول مره، انه هيك قاعد يحكون بجديه وانا اضحك عليهم. فاللقطه اللي كانت بالكاميرا الثانيه اللي صور بها حسن كان اوت اوف فوكس فما نقدر ناخذها. فقال لي ما ادري شلون حط انت تضحك، قاعد تضحك عليهم وشي مشيناها. ومشت يعني الناس عجبهم هذا الشيء، انه قاعد يضحك على ذا الحراميه وشلون انهم اغبياء او شيء. بالضبط انه كل فيلم احنا اخذنا الكليشيه مالته، الفشل الصوره النمطيه عن هذا الفيلم. الرعب انه يروح فندق ويجي شبح ويجي يخاف، بس كنا هيك انه شلون ننتقده بصوره كوميديه بداخله ونفصل عنه، بعدين نرجع لنا شنو الفكره الفاشله ونرجع للفكره الثانيه كليشيه، نعرض هيك ابرز الافكار عنه ونرجع انه للصحراء قاعدين يحكون للشباب. طبعا الفيلم كان من اخراج انا وصديقي حسن الوزني. انا وحسن طبعا شغله حلوه انه كلش ملتزمين، واحد يدعم الثاني، اكو كيمستري من نشتغل، وبنفس الوقت عندنا اختلاف بوجهات النظر مرات كبير، ونصير كلش زعاطيط انه هذا يريد يمشي فكرته وهذا يريد يمشي فكرته. فمره كان اكو مشهد الصحراء بس لقطه واحده حرفيا يمكن ثانيتين اول ما ننزل، انه هل نطلع لابسين حذاء لو حافين بدون اي شيء لابسين. فهاي بقينا نص ساعه نتعارك انه هل نطلع لابسين حذاء لو نطلع بدون حذاء. فانا بوقتها باساليبي قلت له انه حسان هسه اوكي انت شوف راح نطلع اول شيء لابسين حذاء، وراها من نكمل كل شيء، اذا بقى لنا وقت نطلع اللقطه اللي بدون حذاء. فصارنا مال الحذاء اخذناها وراح غلست عليه، هو نسى الموضوع عمين واخذناها. اي هاي حلو المونتير، انت تعرف ايش راح تسوي بعدين. وهمينا انه سالفه مخرجيا بس هو صح اكو اختلاف بوجهات النظر مرات يصير، بس دائما نتفق بالنهايه. ومثل ما قلت لك كان معدات معدومه، بس انت قلت لي انه الاضاءه مال الفيلم الرعب بالفندق كانت حلوه، حرفيا هيك للدين بس كان عندنا واضاءه المكان، هاي كل اللي استخدمناه. ويعني حتى الكلرنج انا اشتغلته، انا مو هالقد بالكلرنج بتلوين الافلام، بس يعني طلعت نتيجه جيده. الكاميرات اللي استخدمناها كان كاميرتين، هو كاميرتين الشخصيه وكاميرا حسن، اثنيناتن كانون 800 دي. المايكات مثل ما قلت لك كان واحد شوت جان فوق الكاميرا هذا الصغير، ونك مايكات بالقوه لزقناهن. اضاءات بس اثنين للدات ذنيتش الصغار، هاي كل المعدات كانت عندنا حرفيا. الكادر يعني كنا شي يعني اصدقائنا بس، مو تقول ناس مختصين، ما كان اكو منتج، ما كان اكو مدير انتاج، ما كان يعني انا وحسن بس شلون تقول شايلين كل شيء مثل المخرجين. ويعني كان بس صحيح خطأنا به هواي، بس تعلمنا من عنده هواي، مثل ما يقول لك اخطأ وتعلم. تعلمنا انه نقلل قد ما تقدر بهيك الشغل، تقلل الكادر اللي يعني تجيب ناس صدق يشتغلون في شيء مهم، مو تجيب بس ناس عدد.
فبالفيلم اللي وراه بيحيى ميتا تعلمنا من التجربه انه قللنا عدد الكادر وقمنا نجيب اشخاص نصدق بس يعني بالمكان المناسب، مو نجيب بس اعداد زايده. وهاي نصيحه مهمه، لا تجيبون الناس زايدين، يعني حددوا الناس اللي تريدون تجيبوهم بالفيلم يشتغلون. الفيلم من كملناه باسبوع واحد تقريبا، اقل من اسبوع اصلا، سادس يوم احنا كملناه ودنا نشره كنا. فنشرناه بصوره طبيعيه على اليوتيوب. الناس يعني انا كنت لسه متوتر انه اقول هذا فيلم مو حلو ما راح يعجبهم. صدمت الناس كلهم عجبهم، الناس بدأت تشير وحلو شغل حلو فكره حلوه، عجبتهم الفكره مثل ما تقول شويه جديده كانت. نشره على مواقع ثانيه، مواقع مع عرض افلام من النشر وهواي ناس شافوه، ويعني الحمد لله انه عجب الناس. مصاريف او خلينا نقول ميزانيه الفيلم ما اتذكر حاليا ايش قد هي كانت، بس يعني حرفيا من جيبنا الشخص انا وحسن كنا نصرف على كل شيء. كنا الكادر حرفيا كلهم متطوعين، ممثلين رئيسيين انا وحسن همينه كنا، فما كنا ندفع اجور لنفسنا، يمكن واحد يدفع، ماكو واحد يدفع اجور لنفسه. والولد يعني كان اصدقائنا، كنا نحاول انه الاكل والهاي دائما نوفرهن، يعني نحس نفسنا انه فيلم حقيقي سيت ونوفر اكل والغداء هاي كله علينا. فهي تقريبا بس هاي الخسائر بسيطه، تاكسيات مواصلات وهاي السوالف، فهاي كلها كانت يعني من عندنا كنا نصرف. اني شخصيا ما احب احكي قد المستقبل ولا حتى افكر به زايد، بس خلينا نقول انه اكثر شيء احب اسويه واستمتع به واريد اكمل به هو صناعه الافلام وهالشغلات وهذا العالم الفيلم ميكينج. وبنفس الوقت شلون تقول كلية الطب صارت واقع ومتقبله حاليا، فاكيد راح اكملها بنفس الوقت انه احصل الشهاده واشتغل دكتور، ما اعرف حاليا اي او لا. هل راح اكمل وراها دراسه فنون جميله ما ادري، هاي كلها شغلات بالمستقبل. وإن شاء الله نصنع محتوى وأفلام عراقية ترفع بالمستوى. الأفلام حاليا أنا أصلا ما أشوف هالقد هاي الأفلام والشغلات، بس اللي أنت حكيت عنها اللي تجيب مشاهدات حاليا ما أدري شلون تجيب مشاهدات حرفيا، ما أدري يعني أنت تدفع على لا أكو فكرة لا أكو فشي ده يخليك تستمتع، ما أعرف شلون كده تصعد. يعني أنا أحاول أبتعد عنها أصلا ما أحكي عنها لأن ما أدري هاي الظاهرة شلون ده تصير، فمبتعد عنها أصلا. واكو فيلم حلو اسمه يحيى ميتا، شوفوا خوش فيلم. انا اكثر مخرج تقريبا احبه واحب شخصيته وطريقته بالشغل هو كوينتين تارانتينو، اللي انت اصلا من الكادر من تشوفه شلون متعوب عليه الحوار، اللقطه اللي تاخذك تسحرك تعرف انه هذا كوينتين تارانتينو شغله. بالضبط تارانتينو، يعني انا من شفت بالب فيكشن ظليت صافن انه شلون قدر ذني كلهم يربطهم ورجعني للبدايه بالنهايه. فهاي فشي يعني اصلا هسه اشوفه صعب واحاول ايش قد ما اقدر انه اوصل مرحله اقدر اسوي هالشيء ايش قد ما اقدر. هسه مثل ما قلت يعني تارانتينو انه اصفن شلون افلامها كلها تكون هي كتابته، فشلون هو عنده القدره انه يكتبه كله وبعدين يخرجه يقرر انه شلون راح يعرض كل لقطه وكل شيء بهيك طريقه، وشلون بالنهايه يطلع لك نتيجه حلوه ويعرف يختار الممثل الزين ويعرف شلون يوجههم. تارانتينو عنده هاي السالفه اذا شايفها بكواليس انه كل ما الممثلين يحطون Why are we doing this? Because we love making movies. هاي أنا وحسن قمنا نسويها أنا بالأفلام، لما نحبط لما كلهم يتعبون كلهم because we love making movies، هيك تعطي دفعة إنه نكملون نسوي فيلم. فهاي الشيء حلو بي. أنا إيش قد أحب وأفضل إنه لما يكون المخرج هو نفس الكاتب، لأنه هو بعد يعني شلون تقول المخرج هو بالنهاية رسالته الفنية إنه يوصل فكرته ده يريد يوصلها للعالم. فتخيل لما يكون هو همين كاتب النص كله وكاتب الفكرة شلون راح يقدر يوصلها بطريقة حلوة. فلهذا أفضل إنه المخرج يكون هو نفس الكاتب. وحتى بالأعمال اللي يكون بها مو هو المخرج مو هو الكاتب، اللي قاعد يتصرف هواي هو من تلقاء نفسه أصلا يضيف شغلات ويوخر شغلات حتى بس يوصل الفكرة اللي يريدها. فهو الكاتب مهم، الفكرة مهمة، بس المخرج بالنهاية هو من أكثر شيء يتحكم. الأفلام اللي تكون عميقة عمق زايد بحيث تشوفها لا تفتهم شيء ولا دا تستمتع بصريا ولا اي شيء، يعني احسها مبالغه. يعني الفيلم بالنهايه لازم تستمتع به، توصل فكره وهذا الاحساس اللي هيك ما اعرف شلون اوصله او احاول اوصله من خلال افلام، هيك احساس ناب قلبك يخليك تتاثر ويا الفيلم، تحب هذا الفيلم تتعلق به. انا احب فد يوم انه اسوي هيك فيلم. انا كشخص بالحياه الواقعيه يعني مو الشخص اللي يحب يحكي كومه، غالبا انا مستمع اكثر من احكي. فلقيت هاي الافلام والفيديوهات شلون مثل الباب اللي اقدر من عندها احكي براحتي اطلع صوتي. فحبيت هاي عالم صناعه الافلام انه دا اقدر احكي براحتي اقدر اوصل صوتي، وما اعتقد اكو فكره محدده بقد ما اريد انه اسوي شغلات تتعلق بالناس وتاثر بهم وتساعدهم.
لأن هو بهواي مراحل من حياتي كنت أتذكر لقطات من أفلام، شخصيات من أفلام، مسلسلات كانت شلون تقول شي بنص اليأس تحفزني وتخليني أكمل الحياة. فأنا أحب فد يوم إنه أسوي هيك فيلم يساعد الناس إنه يكملون الحياة أو يوصل أي فكرة ببالي إنه أريد أوصلها بس ما أقدر أوصلها بطريقة حكي. عاولك علاء شلونك؟ هلا حبيبي حسان، شلونك؟ مشتاقين؟ الحمد لله بخير. شوف علاء، البارحة قعدت بالليل فكرت وقلت لازم نسوي فيلم. صار لنا هواية ما مسوين فيلم، هواية. خرب يومك والله، انا كنت اقدر اقول لك اليوم. والنبي برو جريت مايندز ثينك الايك. اي لا يعني صدق ترى صار هواي ما مسوين. اي والله نحتاج. يلا امشي لعب، قوم منا. هذا هو. اقول لك حسان، انت عندك فكرة مو؟ شنو عيد ما سمعت عدل؟ فكرة عندك للفيلم مو؟ والله توقعت برو كمان انا عبالي انت عندك فكرة. من الفكرة، انا يمك الفكرة يا غير يمك يعني. شنو يمك الفكرة؟ يعني انت الخطير والمبدع والشمس المعارف وما ادري شنو شايف الفكرة هسه ما علاقة افلام ايش قد انا شايف. برو هي الفكرة هي قدوتها. شنو هو الفيلم مبني كله على الفكرة، يمك الفكرة انت غير نحتاج فكرة. علاء ايش جابنا هنا؟ حسان، بالأفلام البيئة الخارجية تعكس المشاعر الداخلية للبطل. وقف، يعني هسه احنا فارغين؟ يب. هسه المطلوب يعني نلقى فكرة. شي سهل مو؟ اي سهلة. اي يلا نلقى فكرة. لقيت فكرة، نسوي فيلم اكشن. شنو؟ فيلم اكشن ونسميه الولد المخطوف. حسان الحقني. انت وين؟ لك حسان، شنو انت؟ علاء انت وين قصدي؟ انت وين؟ اقول لك بدون لف ودوران، جيبون 50 مليون وما نشوف. 50 مليون شنو يا معود؟ بس دقيقة، 50 مليون بس عمود نشوفه؟ يابا انا اريد ارجع لاهله سالم. يا هذا مو طيب، اقول له 50 مليون طلع يقول لي 50 مليون بدي اشوفه. يا معود لا ما يصير شيء. معود هو مو طيب، يمكن طالب ادبي ولا شنو. ترى انت ادبي. بس كلمة أخيرة بدي. أبي حسان، مع الأسف عليك. هذا ايش فيها مخبر؟ والله ذكي. لك شغله كذا ما يبي. احسن شيء خلينا نزينها ونطلع اخوها. جيب الماكينه. شنو على وين عصابة؟ شنو عفوك؟ اي بس زيناني وعافوني. حسان، ما تحس شوي صار اوفر؟ ها ايش بيك ترى دعشاق؟ صدقني انت دعشاق صدق كذي. لا يلا هسه صدق راح اعطيك فكرة. شوف، فيلم يعكس ثقافة المجتمع العراقي وأصالته، عن مغترب عراقي جاي من أمريكا الموطن العراقي ويبدي يستكشفه. حلوة. ونسميه عسل أبيض. الله على كرياتيفيتي. هاي حجي. لا شنو ناوي تبقى لي ورا قاعد؟ ابي جنطك وتعلي قدام، عندنا سواليف. يلا. اوكي.
حجي يابا صباحكم الله بالخير. تمام صباحك الله بالخير. قلت كمامتك من تصعد وياي اوكي؟ اوكي. شنو الاخ جاي من اوروبا؟ نوت يوروب انا من امريكا. امريكا زين شدك عايف امريكا وعايف الجنه منك جاي العراق؟ انا يعني exploring myself حبيت اني ابدي من العراق من الاصل. قريت عينها لامك. ثانك يو حجي احس نفسي ديهايدريتد. خذ لنا فدور من فد سوبر ماركت بول اوفر هنا في المكان. تدلل حبيبي تدلل. حجي هاو ماتش فلوس؟ خليها علينا يابا صدوق كذي بسيطه. ثانك يو ليتس جو. الشاقه لا ما عندي نوم انا الشاقه. فشي يعني عزومه يصح ولا اوكي. هاو ماتش؟ ربع. which one ربع؟ الزرقاء لونها بلو. this one؟ اي اوكي. تريد بعد بطل؟ اي one for you. ثانك يو ان شاء الله. cool thank you. ماي من هذا اللي يخبل. thank you thank you ويلكم يعني ما ردت نو cool. بس حجي غريب يعني هنا عندكم دونكيز بالشوارع بيناتكم كل مكان. اي والله عندنا هواي دونكي. هذا هم دونكي ابن الدونكي يطبق علي. استغفر الله. وعلي لو تعرف الضيم اللي احنا عايشين بالعراق اللقمه ما يلحق عليها. يمكن تقول لي انت تبالغ بس اني وراي 5 عوائل بهالرقبه. والعراق ما بيه خير، شوارع تبليط ماكو، مدارس ماكو. انا ابوي قبل شهر توفى من وراء السرطان، فلوس ما عندي. شو الحمد لله الربع اللي الطب للبيت عندنا ماكو، الحمد لله والشكر. بس هم نحتاج كل شيء نحتاج احنا. نحتاج فلوس بس ايش تسوي هذا بعد ربك شو تسوي؟ العراق راح يروح العراق راح يروح. عمي كاف بطلت ما اريد هذا الفيلم والله بطلت. اي برو كمان ترى اصلا انت خربت صوتي عراق ولا طلعت شيء حلو. اي اتفق اوكي عوف. شوف يحتاج لنا في شيء مبتكر اكثر. قصة رومانسية. شاب وشابة بالجامعة يمشون وعلى ساعة يرتطمون ببعض ومن هنا تبدي قصة الحب ونسميه قصة حب. خلي أعرفكم عن نفسي. أنا حسان طالب جامعي طموح وعمري 20 سنة. تقدرون تقولون 20 جاد. وطول فترة الجامعة كنت بقضيها ونسة وضحك وبنات، لكن ما متوقع طول حياتي أنه بنية تملي عيني لحد ما اجت ذيك اللحظة. ذيك اللحظة اللي ما انساها، اللحظة اللي غيرت حياتي كلها، اللي من كنت امشي وفجأة علاء ايش تسوي هنا؟ مو اتفقنا تجيب بنية فهيم؟ شو اسوي ما عندنا فلوس، ميزانية قليلة، من اجيب لك بنات غاليات. شنو ما عندنا فلوس؟ اي والله ما عندنا. شنو قصدك البنات سلعة ينشرون بفلوس؟ يا ذكوري يا متخلف يا رجعي. عمي بطلت الغيها الفكرة حسان الغيها. اي برو هذا موضوع خطير، هنا بيجون الفيمنست يهجمون علينا ما نخوق. اسمع عندي فكرة صدق. علاء ترى يعني انت من البداية لحد الان كله المفروض احنا عندنا افكار حلوة وبعدين تطلع افكار خايسة. لا اسمع. انرني سمعني. فيلم رعب عن الولد اللي تحدى الكل وراح للفندق المهجور حتى يعيش وحده، ونسميه الفندق المهجور. أعوذ بالله. لا برو هاي الفكرة صارت كلش مستهلكة، شو السالفة؟ شنو ما نلقى فكرة احنا؟
والله الظاهر يعني لا، بس تدري علاء، احنا ليش نريد نسوي فيلم بس عمود نسوي فيلم؟ صدق هو الفيلم لازم عندك فكرة ورسالة وقصة ترويها حتى تسوي عنها فيلم. بالضبط، هو اصلا هذا اساس السينما، فن القصص المرئي. حسان، هاي فكرة فيلمنا. هي فكرة انه ما عندنا فكرة نسوي عليها فيلم. يعني ما يحتاج تسوي فيلم إذا ما عندك فكرة. يلا خلاص، هاي فكرتنا، هذا الحكي حكيناه كلنا نسويه هيك، كلنا نسوي فيلم ونسوي لنا فيلم حلو. يلا قوم. البيئة الخارجية تعكس المشاعر الداخلية للبطل. عادي 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 عادي، كل شيء يصير في الدنيا دي. لا تخلي حد يقولك مستحيل، ما في مستحيل لا ولا شيء. لو حتى تبغى تطلع القمر أو تسافر العالم في رحلة العمر،